بعد ضمانه التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 وأمام حشد جماهيري واسع، واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بفوز مثير على نظيره البرازيلي ب2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما بمدينة طنجة. سفيان بوفال منح أصحاب الأرض هدف التقدم عند الدقيقة 29، وعادل راقصو السامبا النتيجة بهدف لكاسيميرو في الدقيقة 67 قبل أن يعيد عبد الحميد صابري الأفضلية لأسود الأطلس بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79 ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يفوز على البرازيل. اليوم بلادنا أردنا الفوز بعد كأس العالم وهذا ما حدث. سعداء لأنها المرة الأولى التي يفوز فيها المغرب على البرازيل في التاريخ. هم الأوائل في تصنيف الفيفا، وعلى الرغم من أن بعض لاعبيهم ليسوا هنا إلا أن فريقهم يظل قويا. نعاني كذلك من بعض الإصابات لكننا أظهرنا عقليتنا وأشكركم على الدعم. علينا المضي قدما والتعافي سريعا قبل مواجهتنا المقبلة ضد بيرو. سأرى ما إن كنت سأمنح لاعبين آخرين بعض الدقائق. علينا التفكير في تصنيف الفيفا، لذا المهم أن نبقي الفريق بذات المستوى. للحديث عن تأهل المنتخب المغربي لنهائيات كأس أفريقيا كوت ديفوار 2023 وكذلك للحديث عن أول فوز تاريخي عربي على منتخب السامبا، المنتخب الكبير صاحب الأرقام القياسية، المنتخب البرازيلي، يكون معنا إن شاء الله من الرباط الناقد الرياضي محمد المجودي. يعني محمد، بعد التصريحات والثقة الكبيرة من قبل المدرب الكبير والعالمي المدرب المغربي وتصريحاته قبل المباراة، قال بالحرف الواحد: سوف نبهر المنتخب البرازيلي، سوف نفوز على المنتخب البرازيلي، وسوف نحقق سجلا تاريخيا عظيما بالفوز على المنتخب البرازيلي، وكان ذلك. وبعد أيضا ما قدمها المنتخب المغربي في كأس العالم فيفا قطر 2022، أعتقد يجهل الكثيرون الآن مدى التغيرات في المنتخبات العربية وما شاهدناه في بطولة كأس العالم في قطر، إذا شك بأن على الأقل سوف يخرج بنتيجة إيجابية المنتخب المغربي، بل كان أكثر من ذلك بأن يفوز على المنتخب الأعظم في تاريخ كرة القدم في العالم. والله عزيزي، أولا شكرا على هذه الاستضافة، وأقول لكم رمضان مبارك سعيد. أنا شخصيا أعتقد أن ما حققه الفريق الوطني المغربي بالأمس هو فقط وثق للعالم ووثق للمغاربة بأن الفريق الوطني المغربي ما حققه بقطر الشقيقة لم يكن محض صدفة، بقدر ما كان هناك استراتيجية عمل، وكان هناك منهجية عمل، وكانت هناك أيضا احترافية، وكانت هناك مهنية من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي وباقي الرفاق المساعدين له. الفريق الوطني المغربي في تقديري الشخصي عزيزي يعني أكد بأنه حقا أنه أصبح منتخبا عالميا على مستوى العطاء الكروي، مستوى عالميا على مستوى أيضا الانضباط التكتيكي، عالميا أيضا على مستوى نوعية اللاعبين، وبالتالي أن كل هذه الإمكانيات وظفها الناخب الوطني وليد الركراكي امام منتخب عالمي اسمه البرازيل. يعني ان تهزم البرازيل بكل هذه النجوم، ان تهزم البرازيل بهذا الرصيد التاريخي، ان تهزم البرازيل ايضا حتى بسمعته، فاعتقد انه انجاز عظيم. علينا ان نحسن استثماره في المستقبل، وعلينا ايضا ان نحسن التعامل معه بالقاره الافريقيه، لان الان يجب ايضا ان نبين للعالم ايضا بان حتى بافريقيا ومع الاجواء الافريقيه ومع الظروف والمناخ الافريقي ومع اللاعبين الافارقه ايضا نحن اقوياء. اما على المستوى العالمي فقد اكدنا ذلك بالملموس في لقاء الامس بمدينه طنجه. وهذه مناسبه ايضا لأحيي عاليا تلك الجماهير المغربيه الرائعه التي حجت بكثافه وبقوه وشجعت الفريق الوطني المغربي. برافو للمنتخب المغربي، وايضا كل الفخر بالجماهير المغربيه. يعني الأجمل كذلك ليس فقط أيضا فوز المنتخب البرازيلي، أكيد جميل وعظيم، أيضا الأجمل أن تتأهل مبكرا كذلك إلى البطولة القادمة من كأس أفريقيا في كوت ديفوار. والله يا عزيزي، أنا أعتقد بأن هذه أعتقد أن سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية وسابقة أيضا في تاريخ كرة القدم الإفريقية أننا نتأهل، قد أقول على سبيل البسط عن بعد، يعني دون أن نلعب في الملعب، وتأهلنا إلى كأس إفريقيا. ولكن صدقني عزيزي أقول لك وبكل واقعية وبكل صراحة أيضا
أن المغاربة لا ينتظرون التأهل إلى كأس إفريقيا سواء عن بعد أو عن قرب، سواء بالملعب أو خارج الملعب، ولكن المغاربة ينتظرون ترجمة هذا التوهج العالمي الذي وقع بقطر الشقيقة الحبيبة، وأيضا ما وقع بالأمس وما نتمنى أيضا البيرو أن يترجم ذلك على مستوى القارة الإفريقية. الآن ليس لنا أي مبرر، ليست لنا أي ذريعة دون الفوز باللقب الإفريقي الذي غاب عنا لسنوات وسنوات طويلة. يعني ولكن يعني سامحني، سوف يكون هذا ربما يكون ضغط سلبي على المنتخب. شاهدنا ايضا منتخبات اخرى عربيه منها المنتخب الجزائري كان بالامكان ان يفوز ويحصد ايضا بطوله كاس افريقيا، وبعد ذلك ايضا يتاهل الى قطر في كاس العالم، الا ان ربما الضغط احيانا كان سببا سلبيا على المنتخب الجزائري. ايضا كصحفي وانت كخبير ايضا في هذا المجال. والله عزيزي أقول أنه متى يكون ضغطا سلبيا؟ يكون ضغطا سلبيا إذا لم نحسن استثماره، إذا لم نرفع من معنويات اللاعبين، إذا لم نقوي من معنويات اللاعبين، إذا لم نوفر شروط اللاعبين. ونقول أيضا يكون ضغطا سلبيا حينما تكون أغلبية اللاعبين بعقلية هاوية. لاعبي الفريق الوطني المغربي الآن فردا هو من مستوى عالي فكريا وذهنيا ونفسيا وتقنيا، وبالتالي أنا لا أعتقد هذا ضغط سلبي بقدر ما هذا أعبر لهم عن طموح المغاربة، هو أننا أصبحنا نثق فيكم ونثق في مؤهلاتكم ونثق في قدراتكم، ونرى فيكم بأن أفضل جيل الآن الذي سيعطينا أيضا لقبا قاريا آخر. إذا الناقد الرياضي محمد المقوتي كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. للحديث عن كل ذلك معنا في الاستوديو الناقد الرياضي مزمل أبو القاسم والصحفي. نتحدث عن أولا تهانينا المنتخب المغربي، فوز تاريخي، فوز أول عربي على منتخب البرازيل المنتخب الكبير والعظيم، وتأهل أيضا كذلك مبكر لكوت ديفوار. كان نعم، من تابعوا مباراة الأمس بين المغرب والبرازيل رأوا أن هذا الفوز لم يكن خبط عشواء ولم يتحقق بالصدفة، بل كان فوزا مستحقا تحقق بجدارة. المنتخب المغربي كان الأفضل على مدار الشوطين، وكان الأكثر وصولا للمرمى، الأكثر صناعة للفرص، الأكثر هدوءا وثقة في النفس، وباستثناء الحارس ياسين بونو الذي أدى أسوأ مبارياته أمس. لك أن تلاحظ أن الحارس ياسين كان مهزوزا ومنح المنتخب البرازيلي هدفا من هدية، خطأ كبير، ومع ذلك خرج المنتخب المغربي فائزا بهدفين مع الرأفة. وتحقق هذا الفوز في الحصة الثانية بعد خروج 4 أو 5 من العناصر الأساسية. هذه المباراة أكدت ابتداء أن ما حققه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 لم يكن خبط عشواء ولم يتحقق بالصدفة، وأن هذا المنتخب يمتلك نجوما كبار ومدربا مقتدرا، ويمتلك أيضا صفا ثانيا قادرا على تمثيل المغرب وتحقيق نتائج لافتة. هذا فوز للتاريخ بكل تأكيد، أسعدنا جميعا، ولكنه لم يفاجئ أحدا. المنتخب المغربي الآن مصنف ضمن صفوة منتخبات العالم بنجوم مميزين في كل الخطوط.